يا مساء الخير والرضا والبركة على كل متابعين أكلنا بالمصري. النهاردة هنعمل أطعم وألذ حاجة في الدنيا، هنعمل القرص الفلاحي سادة وبالجبنة. كيلو دقيقة هيعمل لنا كمية كبيرة قوي، أكتر من 50 قطعة. والقرص هتطلع تحفة خفيفة وهشة، والله طعمها بقى مفيش أحلى من كده. القرص بتاعت زمان بصحيح. يلا بينا نشوف الطريقة مع بعض. في الأول كده بسم الله، هنحتاج كيلو دقيق. هنحطه في حلة العجان أو في طبق غويط لو إحنا هنعجن بإيدينا. كيلو الدقيق هيحتاج معلقتين كبار سكر، وهيحتاج كمان معلقتين كبار ممسوحين خميرة، اللي هو الكيس اللي بالشكل ده مناسب قوي لكيلو الدقيق. بعد كده هنحط معلقة صغيرة ملح ونقلب الدقيق مع المواد الجافة. لو انت هتستخدمي ايديك يعني هتعجني بايديكي هتقلبي في الاول كده. بعد كده هننزل بكوباية سمنة على زيت. انا هشغل العجان علشان ابس الدقيق مع السمنه كويس قوي. انت برضو بايديكي تقدري تفركي كوبايه السمنه مع الدقيق لحد ما الدقيق يبقى عامل زي الرمله المنديه. بعد كده هنحتاج كوبايه ونص حليب بدرجه حراره المطبخ، وهننزل بيه على الدقيق ونبتدي نلم العجينه. طبعا احنا هنحتاج ماده سايله تاني، هنحتاج نص كوبايه ميه تاني، لان انا النهارده قللت مقدار الماده الدهنيه. المقدار المظبوط كوبايه ونص سمنه على زيت. هي دي نص كوبايه الميه. هنزل بيها لان اول ما بنبتدي نلم العجينه بنلاحظ ان هي لسه ناشفه ومش طريه كده وناعمه، فبننزل بنص كوبايه الميه ونخدم العجينه كويس قوي لحد ما تبقى بالشكل ده ناعمه وطريه. فهنغطيها ونسيبها ترتاح. نحضر الحشوه كده على طول على طول على ما العجينه ترتاح، لان انا هسيبها نص ساعه بس. فمعايا كميه من الجبنه الحادقه، ممكن تبقى جبنه براميلي او جبنه اسطنبولي حادقه. هحط لها شويه من الحليب. هحاول انا اهرسها بالمعلقه او بالشوكه علشان الجبنه تبقى طريه شويه. علشان ولو الجبنه مش ناشفه قوي زي اللي انا بستخدمها تقدروا ان انتوا تقطعوها لحتت صغيره وتستخدموها على حالتها من غير ما تحطوا لها حليب. لكن الجبنه عندي براميلي وهي ناشفه، فمش هيبقى سهل ان انا احطها حشو، فلازم ان انا كنت اخليها طريه. العجينه سبتها في حاله العجان نص ساعه، طبعا غطيتها وسبتها نص ساعه ترتاح. بعد كده هقسمها نصين وهلمها كده على شكل كوره، وهبتدي ان انا افرد. بس قبل ما افرد هسيبها دقيقتين علشان لما اجي افرد تتفرد معايا على طول. بكف الايد كده هفرد العجينه. بعد كده هجيب المردانه او النشابه وهفردها. ونقدر برضو ان احنا نكمل فرد بكف الايد لو ما عندناش نشابه او مردانه. طب احنا بنعمل الخطوه دي ليه؟ علشان نوفر وقت التشكيل. انا بفرد العجينه كده مره واحده، وهجيب القطاعه لو عندي قطاعه، ولو ما عنديش هستخدم اي كوبايه عندي بس تكون يعني كبيره شويه، وهقطع العجينه بالشكل ده. بعد كده هشيل الزيادات وهجمع العجينه هكورها واركنها على جنب واغطيها علشان الوش بتاعها ما ينشفش، وهرجع اشكلها تاني. بالطريقة البسيطة اللي شفتوها دي شكلنا كمية من القرص في ثواني بسيطة، يعني مش هنحتاج وقت خالص. افردي العجينة كده مرة واحدة وقطعي مرة واحدة. كمان القرص هتبقى نفس الحجم من غير ما نعمل قطعيات على الميزان ونقطع العجينة حتة حتة ونكورها، بعد كده نحط لها الحشو، بعد كده نلمها. كده احنا وفرنا وقت كبير قوي في تشكيل القرص. ونقدر نحط حشوة الجبنة زي ما انا عملت. ممكن نزود مع الجبنة سمسم او زعتر او اي حاجة احنا بنحبها. ممكن كمان بدل الجبنة نحط مربى او ممكن نحط عجوة. يعني الحشو هنا على حسب الاختيار. انا باخد الاول كرة العجين وبحط الحشو واقفل عليها زي ما شفتوا كده. بعد كده برصها في الصينية، وبعد ما بخلص كمية القرص اللي بالجبنة ببتدي ان انا ابططها. بعد كده هغطيها وهسيبها ترتاح شوية او تخمر نص ساعة كمان. وبعد كده باقي العجينة انا قطعتها، بس طبعا انتوا شفتوا بقى طريقة التقطيع. فهنا انا قطعت القرص السادة فسبتها مفرودة زي ما هي، رصيتها في الصينية مش مدهونة، وبرضو اديتها تبطيطة خفيفة كده وغطيتها وسبتها تخمر نص ساعة كمان. القرص السادة انا هعمل فيها كده يعني ثقب صغير علشان ما تنتفخش وتتملي هوا، لكن القرص اللي بالجبنة مش هعمل الخطوة دي. بعد كده هدخل الصينية بعد ما العجينة خمرت. هدخلها فرن سخن مظبوط على درجة حرارة 220. حطها على الرف اللي في النص والنار من تحت بس، وهتقعد معايا 12 دقيقة او 13 دقيقة. هتطلع باللون الجميل ده. يعني ممكن اقصى وقت تقعد فيه القرص 15 دقيقة، وما نسيبهاش تطول قوي علشان ما تنشفش وتعضم. القرص الساده واخده لون حلو. انا حبيت ان انا اسويها تسويه زياده شويه، لكن القرص اللي بالجبنه ما ينفعش ان انا ازود عليها التسويه علشان ما تبقاش ناشفه.
وهي دي الكميه، كيلو دي عمل لي كميه كبيره، اللهم بارك، حلوه قوي، والتسويه مظبوطه جدا، وطريقه التشكيل سهله زي ما شفتوا. عايزين ايه تاني؟ ضروري تعملوها على طول. ان شاء الله هتطلع من ايديكم ممتازه، وربنا يحسن ما بين ايديكم، واعملوا احلى قرص في البيت. بس ضروري اول القرص ما تطلع من الفرن تغطيها في فوطه علشان تفضل طريه زي ما هي، ما تنشفش. كمان كيلو دي هيعملي كميه حلوه زي ما قلنا، وهتبقى اوفر وانضف واطعم بكتير قوي من اللي هتشتريها من بره. وسويها تسويه زياده، تسويه مظبوطه زي ما تحبي تحكمي فيها. الطريقه سهله وبسيطه وسريعه، وان شاء الله تطلع من ايديكم مظبوطه قوي وتعجبكم جدا.